ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده هقدم لكم عمايل طريقه الايس كريم المانجا والايس كريم اللي بالزبادي اللي هو البلاك بيري. هنقول الطريقه دلوقتي وهنبتدي على طول، وهنبدا بالترتيب دلوقتي. معانا معلقتين لبن بودره، ومعانا كوب من الكريم شانتيه. الكوب ده اقل يعني الا ربع، ونص كوبايه لبن مكثف، وعندي كوبايه الزبادي اي نوع، بس المهم انه يكون نوع كويس. ناخد كل ده ونضربه في الخلاط. على فكرة الكريم شانتيه اللي انا حطيته، انا ما حطيتش سكر، لان الكريم شانتيه اللي انا حطاه حبة يعني شوية خام وشوية مسكر، فيه سكر يعني. ولو حبيتي تستغني عن اللي بالسكر حطي معلقتين عسل نحل. هفضل اضرب فيه كده لغاية ما يجمد كده، بقلبه علشان بيجمد من تحت، مكونات بتبقى ماسكه في بعض، وارجع احطه تاني على الخلاط تاني. شايفين المنظر حلو ازاي وشايفين لونه حلو ازاي؟ الايس كريم ده في الحقيقة يعني غالي جدا على فكرة في المحلات. انا بقلبه علشان اضمن انه كله مفيش اي حاجة فيه مكتلة. جميل جدا وسكره مظبوط. هضربه ضربة كمان بقى يعني كريمي خالص، وبقى يعني عامل زي الكريم شانتيه اصلا. هجيب القوالب، احط فيها صوص البلاك بيري، احط الايس كريم. هيبسط الاطفال جدا الشكل ده، وانا حامله الحاجه دي وهرجع لكم تاني. هنا خلصتهم خلاص. هنحطهم في الفريزر لمدة 4 ساعات ل6 ساعات، وبعدين نطلعهم. وطبعا القالب ده علشان ان انا اطلعه مظبوط لازم اجيب ميه سخنه واحطها كده صهد، يعني الميه السخنه دي تكون البخار بتاعها طالع عليهم عشان اعرف اسلكها. بقيه الايس كريم عندي حطيته في علبه كبيره كده، علبه عائليه، بتبقى منظرها جميل جدا جدا. الصوص عليها بعد كده الملا كده علشان تبقى كويسة يعني ومالية. بعدين أكمل خليط الآيس كريم كله، أنزله كده. ودي برضو هتخش الفريزر تقعد نفس المدة اللي التانيين هيقعدوا فيها. نزل أي حاجة كده. أيوة، بس كده الحمد لله خلصت. وده المنظر الأخير ليها. هعمل لها شكل كده بالشوكة، أو لو عندك الخلة بتاعت الشيش طاووق ممكن نعمل بيها برضو، لكن أنا إيه ما كانش عندي فعملت بالشوكة كده يعني شكل. هحطها في الفريزر أهوت لمدة 4 5 ساعات 6 ساعات، كل ما تسيبيها في الفريزر يكون أحسن. وهرجع لكم إن شاء الله نوريها لكم بعد ما تكون خلصت. ودلوقتي هنبتدي نعمل الآيس كريم اللي بالمانجا. عندي نص كوباية مية ساقعة، عندي كوباية إلا ربع كريم شانتيه، عندي نص كوباية لبن مكثف، عندي معلقتين لبن بودرة. وهاخد الخلاط احطه، ابتدي اشغل الخلاط علشان اضرب الكريمة واللبن المية وكله احولهم لكريم شانتيه. هبتدي اسقط المانجا حتة حتة. هحس ان المانجا، ساعات المانجا لما باجي احطها، لان المانجا بتبقى حطها في الفريزر فبتبقى متلجة. مش مستحب ان انا احط المانجا من مش متلجة، لازم تكون متلجة. ابتدي يعني اقلبها كل شوية كده واضرب. احطها في الخلاط تاني وابتدي اضرب بالجهاز، وبعدين اشيلها تاني ابص عليها علشان الجهاز ما يحصلوش حاجة، لانها بتبقى تقيلة. بصوا تقيلة ازاي؟ ليه تقيلة؟ علشان المانجا هنا انا كنت مجمداها في الفريزر. طبعا الايس كريم ده لما بيكون حاجاته متلجة اللي يستحسن ان انا اعمله في الكبة اللي احنا بنفرم فيها اللحمة. وابتدي برضو احطه في العلب. هخلص الكمية وارجع لكم تاني. وهنا خلاص انا خلصت الكمية دي. هبتدي بقى ان انا بقية اللي عندي احطه في علبة يعني تانية اهي. هنحطه في العلبة دي وهنحطه في الفريزر. على فكرة الايس كريم ده هيعجب اولادنا جدا جدا وهيحبوه، لان ايس كريم المانجا ده من الحاجات الحلوة جدا.
وطبعا هيكون انضف من بتاع السوق بكتير، معمول في البيت بنظافة بحاجات كلها زي الفل. وده مش محتاج اي حاجة، ممكن نحط قطع مانجا عليه على فكرة، على وشه قطع مانجا صغيرة. وبعدين هنحطه في الفريزر. برضو هياخد نسبة الوقت اللي هو ايه، من 3 ساعات ل4 ساعات، ممكن 5 ساعات، زي ما انت عايزة. بصوا شكل الايس كريم بعد ما طلع من الفريزر. ايه رأيكم؟ بالهنا والشفا. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودوسوا لايك.